يوم السبت الساعة 3 العصر في بريتوريا الأهلي عنده أهم مباراة في الموسم واللي هتحدد شكل الموسم بتاعه هيكمل إزاي. في ملعب لوفتس فيرسفيلد الأهلي هيلاعب سان داونز. واللي عايزك تفتكره قبل ما نتكلم في أي حاجة في الفيديو ده إن مفيش غير فريق مرعب واحد بس في القارة دي هو الأهلي. أي فريق تاني فهو فريق كويس، لكن مفيش حاجة اسمها فريق مرعب غير الأهلي. سان داونز فريق محترم جدا، فريق بينقل الكورة بشكل محترم وبيقدم كورة شكلها جميل بس مش مرعب. ايه اللي حصل في ماتش الذهاب؟ ازاي قدروا يسجلوا فينا هدفين وازاي احنا قدرنا نسجل فيهم هدفين؟ مين فينا اللي كان احسن؟ مين اللي كان عنده اخطاء اكتر؟ هو ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو ده. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم احمد السباعي من نص الملعب. قبل ما نبدأ احب اقول لك ان في فيديو عملناه قبل ماتش الذهاب. بعد ما تخلص الفيديو ده حاول تشوفه لان ده هيكون فيه معلومات كتير جدا عن كل اللعيبة اللي موجودة في سان داونز وفي تفاصيل كمان كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. الاهلي داخل الماتش ده وهو معاه 4 نقط في المركز الثالث، وفي المركز الثاني موجود سان داونز ومعاه 7 نقط، ويعتلي صدارة المجموعة الهلال السوداني برصيد 9 نقط. فكده المطلوب من الاهلي انه على الاقل يتعادل هناك او يكسب باذن الله، بس ما يخسرش تحت اي ظرف. وعشان افكرك بالحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن اكتر من نقطة ضعف في سان داونز، وكان احد اهم نقاط الضعف دي هو المساحات اللي بتتساب في ظهر الباك ليفت مديبة والباك رايت مداو لما بيتقدموا لقدام او لما حتى بيبدأوا يحضروا الهجمة في الوضع الطبيعي. ودي المساحة اللي جاب منها حسين الشحات الهدف التاني بتاعنا هنا في ماتش استاد السلام. وقلنا برضو ان قلبين الدفاع بتوعهم كيكانا ومابالا عندهم مشاكل كتير في الخروج بالكرة وعندهم مشاكل في الكرات العرضية، وبالتالي هدف الاول بتاع النادي الاهلي اللي جابه عبد المنعم كان من كرة عرضية من ضربة ثابتة، واللي المفروض يعني ان هي اسهل كرة للمدافع انه يقدر يمسك فيها المهاجم، ومع ذلك برضو عبد المنعم حطها بمنتهى الاريحيه. ونفس قلبين الدفاع دول برضو عندهم مشاكل في الخروج بالكوره، بتتقطع منهم كتير، وبالتالي كولر مشكورا الراجل ضغط عليهم ضغط عالي، وفي اول دقيقتين من المباراه نتج عن قطع الكوره عن طريق الضغط العالي ده شبه انفراد لعبد القادر وللاسف ضيعها. بعدها في الدقيقه 20 كوره تانية بنفس الطريقه اتقطعت وراحت لتاو وضيعها، وتردد واتقطعت تاني وضيعها قفشه المره دي. يعني 3 اهداف ضاعوا في اول 20 دقيقه وكلهم نتجوا من فكره واحده بس، اللي هي فكره ان قلبين الدفاع عندهم فيهم مشكله. وده بالظبط اللي احنا بنتكلم عليه في ان كولر بيعرف يذاكر قوي الخصوم. حتى الان كولر حاول يستفيد من نقطه الضعف دي، ولكن للاسف اللعيبه ما قدرتش تستغل الفرصه وتسجل. تعالوا بقى نشوف كام لقطه كده وندرسها ونفهم ايه اللي حصل فيها. نبدأ بالمساحة الكارثية اللي كانت ما بين خط دفاع الأهلي وخط وسطه لما بدأ الأهلي يضغط عالي. المفروض إن أي فريق في العالم لما بيضغط كومباكت مع بعضه، يعني لو خط الهجوم هيضغط ما ينفعش خط الدفاع يفتح كده، لأ. خط الدفاع المسافة بينه وبين خط الهجوم بتفضل ثابتة، يعني لما بضغط بالمهاجمين المدافعين لازم يتقدموا عشان المساحة دي ما تبقاش كبيرة وما يبدأش المهاجمين بتوع الخصم او خط وسطه يبدأ يسقط ويستلم في المساحة دي. وده حصل معانا في اكتر من لقطة، اولهم كانت حتى في اول ثانية في السنترة بتاعت سان داونز لما ضغطنا عليهم، وبعد كده في اكتر من لقطة تانية منهم مثلا اللقطة دي واللي معرفش ديانج اندفع فيها للدرجة دي ليه وساب كل المساحة دي وراه. وفي نفس الوقت كان ممكن يتأخر وكان ممكن يدي فرصة لمروان ان هو يقابل بدل ما يضطر ان هو يندفع ويترقص بالسهولة دي ويفتح المساحة الكبيرة دي جدا في ظهره. وده برضو نفس اللي حصل في الهدف الاولاني بتاع سان داونز، لان تاو وقفشه ضاغطين الاتنين على حارس المرمى. انا برضو مش عارف هم ليه ضاغطين على حارس المرمى. المفروض ان انت زي ما انت مذاكر كويس قوي وعارف ان قلبين الدفاع بتاعهم مش كويسين بالكوره، برضه لازم تكون عارف ان حارس المرمى احرف من كل خط الدفاع. انت كنت ممكن تستنى لغايه لما هو يسلم قلبين الدفاع عشان تحاول تقطع الكره من قلبين الدفاع زي ما انت كنت ماشي من اول الماتش. ففي اللقطه دي تاو رايح يضغط على حارس المرمى وقفشه واقف وقاطع زاويه التمرير على لاعب تاني، لكن في مشكله كبيره جدا في موقع 3. الاولاني هو ديانج انت لسه مش شايفه في اللقطه دلوقتي بس هتشوفه. مروان المفروض مروان عطيه ما كانش يبقى هنا، المفروض اللي كان يبقى مكانه ده حسين الشحات هو اللي ضاغط، يا اما الوينج الليفت هناك يكون ضامم لجوه. لكن ما ينفعش ان ديانج ومروان يطلعوا لغايه هنا والاتنين ضاغطين
ما تعرفش ايه اللي جايب حسين الشحات هنا. انا ما اعرفش حسين الشحات بيعمل ايه هنا. فمن الاخر كده كان المفروض بدل ما هاني هو اللي يروح يضغط على الراجل اللي نط ده، كان المفروض حسين الشحات هو اللي يبقى معاه، او مروان عطيه وديانج الناحيه التانيه. بكل الاحوال ما كانش ينفع محمد هاني هو اللي يروح يطلع معاه، لانها لما عدت من محمد هاني لقى الراجل نفسه مع متولي اترقص بكل بساطه الناحيه التانيه، خلاص بقى رايح كده اللي منه للسيرد باك التاني. يعني انت عندك باك وسيرد باك الاتنين طلعوا بره اللعبه، وخلاص ما فاضلش غير باك وسيرد باك التاني، يعني اتنين بس من الدفاع، 2 على 2 في وسط كل الدربكه دي، بقت في الاخر خالص 2 على 2. اللقطه التانيه اللي عايز اتكلم عليها هي لقطه الهدف التاني بتاع حسين الشحات. زي ما اتكلمت عليه في الناحيه الايجابيه، لازم برضه اتكلم عليه في الناحيه السلبيه. ليه 6 لعيبة من الأهلي واقفين مع خط دفاع مع خط دفاع صن داونز في خط واحد؟ يعني هل لو الشناوي لعب الكرة دي غلط واتقطعت في نص الملعب، بص كده كانت هترجع لمين، وبص كان شكل الهجمة هيبقى عامل ازاي؟ بكل بساطة انت كنت المفروض تلعب على المساحة، بس مش 3 لعيبة اللي يروحوا على المساحة. دي لقطة الهدف التاني لصن داونز، ودي مش هنعلق عليها كتير. عد كده كام لاعب احمر وعد كام لاعب اصفر، هتلاقي 7 قصاد 4. الباقي بقى انا مش هينفع اتكلم عليه لان ممكن صوتي يعلى وتطلع مني الفاظ مش مطلوبة. الصورة دي بقى هي لقطة احتفال لاعبي صن داونز بالهدف الاول، وانا هنا مش جايبها عشان احفل علينا مثلا، لا. بص في الصورة قدامك، هتلاقي 9 لعيبة من صن داونز موجودين بره الملعب، والكورة معانا، ونص ملعبنا فاضي، وجوه نص ملعب صن داونز مفيش غير لاعب وحارس مرمى. فهمني انت بقى، احنا ما سنطرناش ولعبنا ليه؟ لو انت ما تعرفش، فقانون اللعبة بيقول انك من حقك في اللحظة دي انك تسنطر وتلعب وتروح بهجمة 9 أو 10 لعيبة على لاعب واحد. معرفش احنا ليه ما فكرناش ان احنا نسنطر. هنا بقى عبد المنعم افتكر الموضوع ده وراح يقول لهم يلا بينا نبدأ ونسنتر، فاتفاجئ ان الحكم راح ينادي لعيبه صن داونز. اساسا ده حكم مغيب تماما، ما يعرفش حاجه عن قانون اللعبه، وعبد المنعم راح يناديه. بس خلاص كان الوقت اتاخر، ولعيبه صن داونز دخلت الملعب والموضوع انتهى. انت كنت تقدر تستغل اللقطه دي بانك تسجل هدف شرعي 100%. طب انا عايز اقول ايه بقى من اللقطات دي كلها؟ عمال افرجك على اخطاء لينا واخطاء ليهم. انا عايز اقول لك ببساطه ان الفريق ده هو فريق ممتاز جدا في نقل الكوره، بس هو مش فريق مرعب ولا حاجه. هو فريق بيلعب كوره شكلها حلو، لكنه مش بيلعب كوره متكامله. ليه؟ لان عنده اخطاء كتير جدا في الدفاع، وعنده اخطاء كتير جدا في عدم ارتداد المهاجمين. فبكل بساطه الفريق ده تقدر تكسبه وتقدر تتعادل معاه وتقدر تلعب عليه كوره، دي ما فيهاش مشكله. لكن المشكله فين؟ المشكله فيك انت. اللي هيقدر يحدد ده هو اللعيب بتاعك. فلو كولر اختار ان هو يدافع ويلعب جيم مقفول، او اختار ان هو يلعب بوزيشن جيم ويحاول يلعب على الاستحواذ، ففي كل الاحوال كده في فرصه انك تكسب وكده في فرصه انك تكسب. فالمطلوب من اللعيبه ان هي تطلع اقصى حاجه عندها، لان الماتش ده حرفيا هيحدد شكل باقي الموسم بتاعك عامل ازاي. لو انا مكان كولر، او لو انا نفسي في حاجه يعملها كولر، فان هو لما يضغط بس من قدام ما يزودش قوي. يعني كفايه قوي 3 لعيبه اللي قدام يضغطوا. الطلب التاني اللي نفسي كولر يعمله هو انه يلعب ب4-3-3، وبلاش قفشه. بلاش قفشه بلاش قفشه وبلاش تاو برضو، يعني ولا قفشه ولا تاو، يعني اي حد الا قفشه وتاو. بس كده مش طالب منك بقى غير ان انت تسيب لنا توقعاتك في الكومنتات، وتدي لايك للفيديو ده وتعمل سبسكرايب للقناه. سلام عليكم.